السلام عليكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم خوتنا. توجور مع التصنيفات والتركيبات إخواني الكرام، وعالم الجينات الذي لا ينتهي. إخواني، كملنا الفيديو اللي فات خوتي. أنا حين ندخلوا نشرحوا بالتطبيقي. إخواني، أخرجنا بعض تركيبات اليالوفيس من المزرعة. بون خوتي، على بركة الله إن شاء الله نبداو لا فيديو تاعنا بإذن الله. هذوما أنواع اليالوفيس اللي أخرجناهم من الغرفة للإنتاج. إخواني الكرام، في لا فيديو السابق إلا كنتو شاهدتو كنا حبسنا في التركيبة الأولى واللي أحيانا نعرفوا بها إن شاء الله، وهي تركيبة اليالوفيس. تركيبة اليالوفيس إخواني تكون تركيبة اليالوفيس وتركيبة الجولدن فيس. احنا بإذن الله في هذا الفيديو المتواضع رايحين إن شاء الله نشرحوا تركيبة اليالوفيس، باش هكذا إخواني المربيين في الجزائر رايحين يفهموها مليح مليح، بتوضيحات يعني مفهومة إن شاء الله. ومن بعد كات نصوتيو للجولدن فيس، ومن بعد نروحو للتركيبات اللي بقاو لنا الثلاث تركيبات الأخرى واللي كنا تكلمنا في الفيديو السابق التعريفي. كنا تكلمنا على طفرة الرامبو أو تركيبة الرامبو التي تتكون من 4 تركيبات، وهي اليالوفيس أو الجولدن فيس، الأوبلاين، الكلير وينج أو الجري وينج أو الفول بادي، ودرجة من درجات الأزرق وهي البلو سكاي أو الفايلوت أو الكوبالت والموف. إخواني الكرام، راح نعرفوهم إن شاء الله بحول الله تركيبة بتركيبة حتى يتسنى لكل إخواني المتابعين يعني فهم التركيبة جيدا، ويعرف يركب بطريقة يعني سوا بطريقة جيدة. إخواني الكرام، على بركة الله خوتي نبداو الموضوع ديالنا. إذا خوتي العزيز، ينقسم اليالوفيس إلى 4 أقسام. ينقسم اليالوفيس إلى 4 أقسام. القسم الأول يتفرع منه فرعين، والفرعين وهما السنجل فاكتور نوع أول والسنجل فاكتور نوع ثاني. أما القسم الثاني اللي هو الدبل فاكتور اللي يتفرع منه أيضا فرعين، وهما الدبل فاكتور نوع أول والدبل فاكتور النوع الثاني. الآن خوتي الأعزاز، يعني إخواني الكرام، راح نبدأ بالقسم الأول، نشرح القسم الأول من بعد القسم الثاني. القسم الأول إخواني الكرام اللي هو السنجل فاكتور نوع أول والسنجل فاكتور نوع ثاني. إذا خوتي الأعزاز، السنجل فاكتور النوع الأول راح نشوفوا الآن. السنجل فاكتور النوع الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله إن شاء الله. بسم الله. إذا خوتي الأعزاز، لاحظوا معايا هنا في الصورة. السنجل فاكتور النوع الأول إخواني الكرام يكون لون الوجه أصفر كما نقولوا احنا باهت أو يعني كما نقولوا احنا يا إخواني الكرام اللون تاعو يكون كلير بزاف، بارد بزاف كما راكم تشوفوا. وبقية الجسم شو نحيو الفلاش باش يبان لنا مليح. هاوليكم خوتي، لون الوجه أصفر بنسبة قليلة جدا، ولون الجسم تاعو هو إخواني الكرام. معناتها اللون الأصفر متمركز في الوجه فقط. هذا خوتي العزاز، اللون الأصفر متمركز في الوجه فقط وليس في كل الجسد. هذا إخواني الكرام السنجل فاكتور النوع الأول. الآن راح نشوفوا إخواني الكرام السنجل فاكتور النوع الثاني.
بسم الله. أرواح النعمة. إذا خوتي شاهدوا معايا هنا في الصورة السنجل فاكتور النوع الثاني يكون الوجه أكثر يعني غمقان من الأول، وتجد يعني اللون الأصفر، يعني تجد اللون الأصفر في كامل الجسم كما راكم تشاهدوا خوتي العزيز. هاوليكم إخواني الكرام، يعني راكم تشوفوا اللون الأصفر في الأجنحة وفي الجسم، وأيضا يهبط على الجسم ويغير من اللون الأزرق، يصبح اللون باللون الأصفر. وأيضا سلاح الطيران تاعو أيضا باللون الأصفر. إلى راهو يبان لكم مليح خوتي العزاز. هاوليكم شوفوا اللون الأصفر إخواني في الأجنحة. هاوليكم الجناح بالأصفر مع منطقة الصدر أيضا كما راكم تشاهدوا، مع منطقة الصدر فيها اللون الأصفر، وأيضا كما راكم تشاهدوا منطقة الظهر هنايا خوتي العزاز اللون الأصفر في كامل أنحاء الجسم. هاوليكم يبان واضح، وتلقاو اللون الوجه أغمق من اللون تاع السنجل فاكتور النوع الأول. يعني دائما السنجل فاكتور النوع الثاني يكون لون الجسد غالب عليه يعني اللون الأصفر كما راكم تشاهدوا معايا. حبيت نوضح لكم مليح باش ما تتلفوش خوتي بين سنجل فاكتور نوع أول وسنجل فاكتور نوع ثاني. هكذا خوتي العزيز. هاوليكم راكم تشوفوا في الأجنحة تاعو هاي باللون الأصفر، واللون الأصفر داخل أيضا على الجسد، وأيضا تلقاوه في الكعالة تاعو، وأيضا في الجسم تاع الطائر. بسم الله ما شاء الله. هاوليكم يبان مليح هكذايا. والآن خوتي نعاودو نرجعوه. الآن عرفنا القسم الأول الذي ينقسم إلى قسمين، السنجل فاكتور النوع أول والسنجل فاكتور النوع الثاني. الآن نروحوا للقسم الثاني الذي يتفرع إلى قسمين، وهو الدوبل فاكتور النوع الأول والدوبل فاكتور النوع الثاني. على بركة الله خوتي نعاودو نرجعوا الطير تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راحين تشاهدوا معايا خوتي العزيز. كاينه واحد الملاحظه مهمه هنا في الدوبل فاكتور النوع الاول. خوتي الدوبل فاكتور النوع الاول يكون الوجه تاعو وايت فيس، معناتها وجه ابيض كما راكم تشاهدوا معايا هنا في الصوره. الوجه تاعو يكون ابيض، هذا كوبالت فايلوت ما شاء الله، اوبلاين وايت فيس. هذا إخواني الكرام الدوبل فاكتور النوع الأول. هذا الدوبل فاكتور النوع الأول، وين تا تفيقلو باللي الدوبل فاكتور النوع الأول إذا زوجناه مع السنجل فاكتور النوع الأول. إذا زوجناه مع السنجل فاكتور النوع الأول راح تظهر الفراخ كلها بالوجه الأصفر إخواني الكرام. إذا زوجنا إخواني الكرام اليالو فيس سينجل فاكتور النوع الأول مع يالو فيس سينجل فاكتور النوع الأول، الإنتاج كله راح يكون مثل هذا الشكل الدوبل فاكتور النوع الأول. هاوليكم وما يظهرش عليه غير إلى زوجناه
مرة أخرى بالسنجل فاكتور النوع الأول راح تظهر يعني كل الفراخ. إذا زوجناه بالوايت فيس، إذا زوجناه بالسنجل فاكتور النوع الأول راح تظهر كل الفراخ يالو فيس. إخواني الكرام، الآن نصوتيو إلى الدرجة الرابعة اللي هي درجة الدبل فاكتور النوع الثاني. نعاودو نرجعو هذا إخواني الكرام ونروح نشوفو الدبل فاكتور النوع الثاني. بسم الله أرواح. إذا خوتي العزاز، بسم الله الرحمن الرحيم. كما راكم تشاهدوا معايا هنا في الصورة، هذا هو القسم الرابع اللي هو الدبل فاكتور النوع الثاني إخواني الكرام. ويتمركز اللون الأصفر في الوجه فقط، وبقية الجسم كما راكم تلاحظوا هنايا بقية الجسم إخواني الكرام ما فيش قاع أصفورية والو، ما يهبطش الأصفر، يعني الأصفر تاعو يتمركز في الوجه فقط، أما الجسد فهو يبقى هو. إذن إخواني الكرام، هكذايا توصلنا إلى نهاية الفيديو بإذن الله، وشرحنا الأربع أقسام لليالو فيس. القسم الأول يتفرع من قسمين، وهما السنجل فاكتور النوع الأول والسنجل فاكتور النوع الثاني، والقسم الثاني يتفرع إلى قسمين اللي هو الدبل فاكتور النوع الأول والدبل فاكتور النوع الثاني اللي هو هذا اللي راهو في يدي إخواني الكرام. وكل هذه تدخل في أجمل تركيبات الرامبو إخواني الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن خوتي الأعزاز، كما راكم تشاهدوا معايا في الفيديو، كان فيديو واضح إخواني، كان فيديو واضح وضوح الشمس إخواني الكرام. السنجل فاكتور النوع الأول هذا اللي راهو فوق هاوليكم، هذا سنجل فاكتور نوع أول. سنجل فاكتور نوع ثاني. الدبل فاكتور يجي وجهه أبيض. عندما نزوج السنجل فاكتور نوع أول مع سنجل فاكتور نوع أول يعطينا الدبل فاكتور هذا النوع الأول إخواني الكرام، ويخرج وايت فيس. وإذا زوجناه مع اليالو فيس الإنتاج كله راح يكون يالو فيس. أما الدبل فاكتور النوع الثاني اللي أخرجناه اللي هو هذا راهو وحده، هاوليكم معاه هاهو في النص، هاهو هذا الدبل فاكتور، فيكون لون الوجه تاعو فقط اللي هو أصفر غامق. وهذو هما الأربع درجات اللي يحتاجوها المربيين في تركيبة الرامبو الجميلة اللي هي تركيبة الملك الطيور. إن شاء الله يكون الفيديو استفدتوا منه. على بالي فيديو شوية صعب بعض الشيء، ولكن راح إن شاء الله بحول الله نزيدو نتكلموا في المواضيع القادمة بإذن الله، وراح نزيدو نشرحوا الطرق يعني كيفاش نركبوا بإذن الله وحده وحده خوتي. الموضوع معقد جدا ويتطلب منك التركيز العالي باش ما تغلطش. إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا. ادعونا معكم خوتنا يعني ادعونا معكم برك. هذا ما كان خوتي، احنا ما نخدموا لي فيديو على جال دراهم، ولا انا نخدموا لي فيديو في سبيل الله باش للتوعية، خاصة في الجزائر. قلت لكم الفيديوهات شوية ناقصين. الآن خوتي كملنا مع اليالو فيس إخواني الكرام، الوجه الجميل، الوجه الأصفر الجميل لتركيبة الرامبو. وراح إن شاء الله نصوتيو مور هذا الفيديو يتبع دائما إخواني الكرام. راح إن شاء الله نقزو للجولدن فيس. اليالو فيس والجولدن فيس تركيبتين إخواني الكرام، كلتاهما تدخل في تركيبة الرامبو. دائما بقاو معنا. الفيديو الأولاني فرحني، التشجيع تاعكم بارك الله فيكم جميع الإخوة اللي مشتركة معنا، اللي دعمت، اللي دارت جيم. شكرا لكم، ربي يحفظكم إن شاء الله.
اللي ما فهمش اي حاجة يتركها في كومنتير في صندوق الوصف، راح نجاوبكم عليها بحول الله. قلت لكم عام سنة بإذن الله راح يكون يعني راح تكون جميع الفيديوهات إخواني الكرام حول تركيبات الرامبو والتطوير في هذه التركيبة، لأن الرامبو إخواني الكرام فيه الرامبو البلو سكاي وهو رامبو جميل جدا، فيه الرامبو موف وهو جميل جدا، فيه الرامبو الكوبالت فايلوت كما هذا اللون وهو الأجمل في الرامبو درجة. يختلف الرامبو في الانتاج تاعو من مربي الى مربي في لاغام في القامات وفي يعني في التركيبات وفي يعني في الستاندر تاعو في الحجم. الرامبو هو طائر جميل جدا، قد ما تنتج منه ماكش راح تنتج واحد يشبه الواحد، دائما تجد مستويات، وقد ما تعلي في المستوى قد ما تكون يعني انت يعني قد ما تكون خرجت رامبو شباب ورامبو قياسي بإذن الله. تحياتي لكم من مزرعتي المتواضعة لتطوير طفرة الرامبو والتركيبات والأحجام. بربي إن شاء الله المستقبل راح يكون مستقبل قوي جدا، فيه يعني إنتاج بحول الله ذات مستوى إن شاء الله على هلالة. ماذا بينا نلحقوا أوروبا وماذا بينا نكونوا من الأوائل إن شاء الله. تحية كبيرة لخوتنا، نعود نجدد التحية. رمضانكم مبارك خوتي، وفرجة ممتعة إخواني الكرام. وأي سؤال الاستفسار راح تسقسونا راح نجاوبكم عليه بحول الله. يعني في عجالة خوتي راح نعاودوا نثبتوا برك في عجالة خفيفة. ينقسم اليالوفيس إلى 4 أقسام. القسم الأول اللي هو السنجل فاكتور ينقسم إلى فرعين: سنجل فاكتور نوع أول وهو ذات الوجه الأصفر الباهت فقط، أما السنجل فاكتور النوع الثاني فهو تجده وجهه أصفر وكامل الجسم، يهبط يعني على كامل الجسم ويصبح الطير الوجه أصفر والجسم